هلا وشلونكم؟ طبعا اليوم الوصفة مو على طريقتي، على طريقة أمي. اليوم أمي راح أسويلكم وصفة الاسكالوب، لأن إحنا ما نحبها إلا من إيديها. أول شي جابت صدر دجاج، قطعته شرائح لا كلش رفيعة ولا كلش سميكة، وخلت عليه قلاصين من المي، وبعدها خلت خاشوقة من الحليب الطوز، وخلت البهارات راح أكتب لكم إياها بالكابشن. وهسه خلت شوية كاتشب، وراح تخلي خاشوقة كبيرة من الراشي، خاشوقة وحدة من الزايد، وخلت عصير نص ليمونة، وخلت وياها نص خاشوقة ليمن دوزي، لأن حموضة الليمون قليلة فتخلي ليمن دوزي، وخلت فوقها خاشوقة كبيرة من الملح، خاشوقة وحدة من الزايد. وهسه خلطتهم كلش زين على مود تتوزع البهارات بصورة صحيحة، وبعدها غطته وضمته بالثلاجة 6 ساعات، أو سووها بالليل والصبح من تقعدون اشتغلوها. وهسه راح نسوي البقسم. طبعا البقسم يبيعوه بالاسواق، بس احنا ما نجيبه لان ما طيب، فاحنا نسويه بالبيت. انه هو اي نوعية كعك نطحنها كلش زين ونستعملها ما عدا الكعك ابو السمسم. وهيجي صار شكل الدجاج بعد ما طلعته من الثلاجة، مثل ما تشوفون شلون مشبع بالتتبيلة. هسه ايش راح تسوي؟ راح تجيب كيس نايلون، وراح تخلي ببطن الدجاج، وراح تبدي تدكه بالشاكوش الخشبي على مود ما يتطشر او يصير المكان كله وسخ. خلت هذا كيس النايلون، بعد ما تدقه كلش زين بس ما تخليه يصير كلش رفيع. شوفوا شلون صار. وهسه راح تخلط البيض، خليت له رشة ملح على مود ما يصير فاهي. وهسه اول شي الدجاج نشيله نخليه بالطحين اول طبقة، وبعدها نرجع نخليه بالبيض، ونرجع نخليه بالبقسم اللي هو الكعك الطحناه، وراح نضغطه بهاي الطريقة كلش زين على مود البقسم يلزق عليه. وبعد ما نكمل كل الكمية نقدر نخزنه ونضمه بالمجمدة، يتحمل من شهر إلى شهرين، يبقى بالمجمدة ما عليه شي. بس احنا ما نلحق نوفى شهر أو شهرين لأن بسرعة يكملوا. ومن نبدي نقلي راح نخلي النار كلش ناصية، ونخلي الدجاج قبل ما يحمى الزيت. شوفوا شلون صار شكله بعد ما استوى اول وجه، نقلبه رأسا على مود ما يحترق. وهذا كان الشكل النهائي للاسكالوب، شكله كلش يشهي ويفتح النفس، وشي اكيد طعمه همينه كلش طيب. بعد وصفة امي هاي شلون تطلع طيبة. وطبعا عاشت ايد امي وعاشت ايدي لان نزلت لكم الوصفة.